السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم رامي، وتعالى نتكلم شوية في الكورة. بس احنا النهاردة مش هنتكلم بقى عن الكورة والفنيات، احنا هنتكلم عن اللي بيحصل في الإعلام، عن الجديد اللي بقى بيحصل، واللي أنا شايفه غريب علينا شوية. من المفروض من ناس يعني كبيرة أوي على اللي هي بتعمله ده، ومش محتاجة إنها تعمل ده. ولما هي تعمل ده، الناس العادية تعمل إيه؟ يعني الراجل اللي بيطلع على السوشيال ميديا يتكلم، او في اليوتيوب او في اي حتة بيتكلم، او الجمهور العادي على القهاوي او في اي مكان بيتكلم، يعمل ايه لما الناس اللي هي في الاعلام واللي هي المفروض ناس يعني شبعانة كورة، شبعانة كل حاجة، وبيطلع منها الكلام ده؟ يعني احنا شايفين الفترة الأخيرة بقالنا يومين تلقيح نسوان على كلام غريب بيحصل من إعلاميين، وعلى الهوا مباشرة عادي خالص، الدنيا حلوة وبيس. ده بيلقح على ده، وده بيلقح على ده، والمنتخب ده بيلقح على المنتخب ده، واللي ماسكين المنتخب ده بيتكلموا عن اللي ماسكين المنتخب ده، واللعيبة اللي هنا بتلقح على اللعيبة اللي هنا، والإعلام اللي في الحتة الفلانية بيلقح على الإعلام اللي في القناة الفلانية. وبقت قعدة مصاطب، وبقت قاعدة عيب، كلها في عيب من ناس كبيرة، المفروض من ناس يعني المفروض إن هي يعني مش عارف والله أقول عليهم إيه. لأن بجد الموضوع زاد عن حده أوي. الإعلام كله تقريبا بقى قعدة مصاطب، كل واحد طالع في برنامج بيتكلم على ده، وده بيتكلم على ده، وده بيتكلم في مصلحته، ومصلحته فين ويدور عليها ويتكلم على فلان عشان مصلحته هنا مع فلان التاني. فالموضوع بقى بايخ أوي يا جماعة، يعني الموضوع بقى بايخ ورخم، والناس يعني مش مستحملة. يعني الناس اللي بتتفرج على الكورة أو متابعة كورة أو بتفتح البرامج بتاعتكم مش مستحملة اللي انتوا بتعملوه ده، لأن الموضوع باين أوي للكل، والموضوع ظاهر أوي للجميع. فعيب يعني، انتوا ولا محتاجين ولا مستنيين، ومش عارف انتوا عاوزين ايه تاني من الدنيا. انتوا بدل البرنامج اتنين وتلاتة، وبدل المنصب اتنين وتلاتة، بالليل في البرنامج والصبح في اتحاد الكورة، وبالليل في البرنامج والصبح في النادي أعضاء ومجلس إدارة، وماسكين منتخبات وماسكين أندية ومدربين يعني انتوا يعني مش شايف ان الموضوع مستاهل كل ده؟ عاوزين ايه تاني؟ يعني انتوا عاوزين ايه تاني؟ عايزين تثبتوا ايه؟ يعني هم ال 20 شخص اللي بيظهروا في الاعلام هم اللي ماسكين الانديه، هم اللي في اتحاد الكوره، هم اللي في ماسكين المنتخبات، هم اللي بيعملوا كل حاجه. فكفايه يعني الموضوع بقى شكله بايخ قوي. كنتوا بتتكلموا الاول الواحد بيعدي ويقول كبرت معايا كمان، يعني ايه يعني يطلع يتكلم في مصلحته ويقعد يعرض للنادي بتاعه او يعرض لمصلحته، او يقول كلام ما يخشش عقل بني ادمين في اي فنيات كوره، بس هو عادي اكل عيش والسلام والترند والسوشيال ميديا والريتش والكلام ده كله. بس ايه بقى التلقيح ده؟ ده الموضوع بقى عادة مصاطب بجد، وأحزاب، وده مصلحته مع ده فبيتكلم على ده، ده مصلحته مع ده فبيتكلم على ده، ودول مصلحتهم مع دول فبيتكلموا على دول، وبقت ماشية مصالح وأحزاب ونسوان بتتكلم على الهوا. عيب عيب عيب، وربنا عيب، ما ينفعش. لازم يكون في كبير اللي بيحصل ده، لازم تدخل للي بيحصل ده، لأن اللي بيحصل ده يعني ملوش دعوة بالكورة، يعني ملوش اي علاقه بالكوره خالص نهائي. انتوا لو تطلعوا في البرامج تتكلموا على فنيات، ولا تطلعوا تتكلموا على اي حاجه تخص الكوره. انتوا بتتكلموا بس على مصالحكم الشخصيه، بتتكلموا في الحاجات اللي تنفعكم انتوا، مش تنفع النادي او تنفع الجمهور، او اللعيب ده عاوز ايه عشان يبقى افضل، او اللعيب ده ناقصه ايه عشان يزوده، او اللعيبه دي محتاجه ايه، او النادي ده المدير الفني بتاعه عامل ازاي خالص. يعني لما يبقى مدير فني منتخب اللي هو رايح يشارك في البطوله العربيه بيتكلم بالطريقة دي عن المدير الفني اللي هو المفروض ماسك منتخب مصر الكبير اللي هو حسام حسن وحلمي طولان، الاتنين مش على اتفاق، الاتنين مفيش أي تنسيق بينهم، الاتنين مفيش أي تواصل بينهم. فيطلع ده يقول لك لا هو ما عرضش عليا أصلا القايمة، أنا عارف القايمة زي أي حد. ويطلع اللي بعديه يقول له هو مش المفروض ما يوريكش القايمة، ما هو مصلحته مع حسام حسن فبيدافع عن حسام حسن. فالتاني صاحبه حلمي طولان فيطلع يقول لك لا من حقه، المفروض لو مفيش تنسيق يبقى في تعامل، ومفروض يبقى، هو المفروض ان كل ده ما يحصلش، والمفروض ان يبقى في كبير ليكوا، والمفروض ان في اي مشكله زي دي تتحل في الاوضه المغلقه، والمفروض ان الناس دي نلاقي لها حل عشان عيب كده. عشان هي احنا اصلا مش مستحملين، احنا متحملين الكره بتاعت مصر بالعافيه واللي بيحصل فيها،
لا تفكروا الكرة اللي عندنا دي كورة، احنا بس عشقنا للأهلي، واللي بيشجعوا الزمالك عشقهم للزمالك. هم اللي مخليهم عندهم مكملين شوية، عندهم أمل إن يعني ينسلح الحال حبا في أنديتهم. أما غير كده ما تدورش على كورة في مصر، يعني هي كلها ماشية كده بالحب. فبالله عليكم يعني خلونا حتى نشجع المنتخب، ما كرهناش في المنتخب. كفاية بقى كده بجد. يعني ايه اللي بيحصل ده يا سيادنا؟ بالله عليكم دوروا لكم على كبير، ويا ريت تدخل، عشان كده الموضوع بقى شكله بايخ قوي وبقى ماسخ وملوش طعم. معلش لو كنت طولت عليكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية ويكون الكلام على الكورة مش على قعدة مصاطب. السلام.